مركز الحرية والإبداع في معرض غاية في الإبداع والروعة، غاية من الموهوبين، مش السكندريين، لا الموهوبين المصريين على مستوى جمهورية مصر العربية. النهاردة معانا موهبة غير عادية في لوحة غير عادية. اللوحة من جلد الخرتيت ومعمولة بخط كوفي، روعة الروعة. يعني صراحة أنا مش عارف أقول إيه. يا ريت الكاميرا تقدر تسلط الضوء عليها وتسلط على مبدعها الأستاذ الفنان الكبير الخطاط الأستاذ محمد رشدي. النهارده عايزين يقول لنا إيه في اللقاء والتجمع، ويا ريت الكاميرا تجيب الجمهور الكبير دوت اللي بيتفرج على اللوحة. يا ريت يوم سعادة ويوم جميل، من يوم من الشهر الكريم من نسائم رمضان. الأستاذ محمد رشدي، هسيب الميكروفون مع حضرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بتوجه بالشكر للأستاذ أحمد عبد الظاهر والأستاذ عبد الله عبد الظاهر معد إن شاء الله معد البرنامج. أنا هتكلم باختصار عن اللي هو العمل الفني ده. دي حضرتك لوحة عبارة عن جلد خرتيت. الجلد ده ربنا أكرمنا بيه بمهندس صديق ليا كان في جنوب أفريقيا. المهم لما عثرت على الخامة دي كان افضل حاجه ليها ان انا اوفق بين الكتله والمساحه، فكانت الكتله افضل او انسب حاجه اللي انا نكتب عليها ايه الكرسي. فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى كان التناغم موجود في اللوحه، واللوحه مكتوبه بالخط الكوفي المصحف القديم. انا بس عايز اسالك سؤال، اللي غاوي الخطوط والغاوي اللوحات ديت يروح فين؟ يروح مدرسه محمد ابراهيم الخط العربي؟ مدرسه محمد ابراهيم الخط العربي، أكاديمية محمد إبراهيم الخط العربي. دراسة كاملة شاملة اللي بها تؤهل الموهبة إنها تعمل أي فكرة موجزة اللي هو الفن لخدمة الخط العربي. أنا كنت عايزك تكمل لأن أنت كلامك جميل جدا. نقول عمار يا اسكندرية، عمار يا مصر في هذا الشهر الجميل في المواهب الغير عادية، مش في اسكندرية، دي في جمهورية مصر العربية. على المستوى الشخصي أتمنى جميع الخطاطين يكون في تواصل بينهم، لأن دول يعني عملة نادرة وحاجة جميلة جدا تشرف مصر وتشرف المصريين. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. معكم عبد الله عبد الظاهر، عضو في نقابة العلمين اسكندرية، يحييكم. شكرا استاذ محمد رشدي. شكرا يا فندم. شكرا.